يقول أحدهم: زرت أخا لي في الله فقال لي: إن والدة جارنا قد ماتت وسيصلى عليها اليوم في الجامع الكبير، فهل ترغب بالذهاب معي؟ فقلت: نعم، وهل يكره الإنسان فعل الخير؟ يقول: صلينا على الجنازة ثم تبعناها إلى المقبرة. هناك عند القبر كان رجل يبكي بكاء شديدا. قلت: من هذا؟ قال: صاحبي هذا ابنها. قلت: ألهذه الدرجة كان يحبها وبارا بها؟ قلت: ألهذه الدرجة كان يحبها وبارا بها؟ قال صاحبي: لا، بل هي دموع الندم، بل هي دموع الندم. لقد ماتت ولم يرها منذ 3 سنوات. لقد لبثت في المستشفى 20 يوما وكانت تطلب رؤيته ولم يأتي لرؤيتها. ماتت ولسان حالها: قلبي على ولد خطر وقلب ولدي علي مثل الحجر. هكذا نحن لا نعرف قيمة الشيء حتى نفقده. وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا؟ يا الله، كيف يحتمل الإنسان فراق أمه التي تلقته نطفة لا ترى وتشكل في أحشائها خلية خلية وتكون عظمه من دمها ونبت لحمه من حلو لبنها؟ أمك التي لا يلد لها طعام ولا يهنأ لها مقام حتى تراك ملء السمع والبصر. كم آثرتك على نفسها مع الخصاصة، كم سهرت لتنام، كم جاعت لتشبع، وكم شقت لتسعد أنت. أسألك بالله، من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك وهي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلالك والسعادة إلا بوجودك، بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها وتحضنك في حجرها وترقبك بنظراتها وترويك من قدرها، فأنت لها الأجمل منظرا والأعذب صوتا. ويوم أن عقدتها ردت جفاءك بحبها وغلظتك بشفقتها ونسيانك بسؤالها عنك. والله ما عرف قدرها إلا الله حين جعل الجنة تحت أقدامها وجعل النظر إلى وجهها عبادة وربط حقه بحقها وشكره بشكرها. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. عن رفاعة ابن أياس قال: رأيت الحارث العلكي في جنازة أمه يبكي بكاء شديدا، فقلت: لما كل هذا البكاء؟ قال: كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة؟ كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة؟ أماه أنيني مرتفع يسمعه القاصي والثاني. أماه ذكرتك غائبة فتئمت زماني ومكاني. أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت، يا ملك الموت، أما تدري من بعدك هدت أركاني وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأضرك أمي فاقتربي فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو تبني عندك لي قبرا كي أدخل كف النسيان. عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوف النكران. لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحان. ندموا بفرض جهالتهم أم باعوا بالباقي الفاني.
فالأم نعيم يعرفه، فالأم نعيم يعرفه من شق يوم بالحرمان. عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب، ثم قام مستعبرا فقلنا يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت. قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ صلوات ربي وسلامه عليه. فيا من فقدت أمك، فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها وأكثر من دعائك لها. ويا من لا زالت أمك باقية فالزم قدميها فتم الجنة، فسيأتي يوم ولن تراها، فسيأتي يوم ولن تراها.